السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هحضر معاكم كده الغدا. وانا عندي متويه، بس حبيت ان انا اشاركه معاكم. الاكل دوت انا عملته معاكم كتير، بس طبعا في بيوت العيله او عند بيت ابويا يعني وكده بيكون يعني ايه ليه طعم تاني يعني وكده. الجو بتاع العيلة واللمة وكده، فبيكون ايه الاكل مختلف. هعمل معاكم كده فراخ، وهعمل بطايه، بس طبعا هي حجم البطايه مش كبيره، فانا خليتها زي ما هي، هسويها زي ما هي كده ايه. طبعا بعد ما نضفتها وكده فايه كتفتها كده في بعضيها، وهسويها زي ما هي. هسوي كده الفراخ والبط كده كله في حله واحده، بس طبعا الفراخ مش ما بتاخدش سوا زي ما احنا ما عارفين. فاول ما تستوي هشيلها خالص من الشوربه، واسيب البطايه بتاعتي تاخد ايه سواها براحتها يعني وكده. فنزلت كده بالفراخ والبط، طبعا بعد ما غسلتهم ونضفتهم وظبطتهم كده وخليتهم زي الفل. هنزل بيهم كده كلهم مع بعضيهم، وطبعا بعد ما هسيبهم كده يغلوا شويه مع بعض. وبعد كده هشيل الرمه اللي بتطلع على الوش ديت، وبحط كده طماطم وبصل وتوم، الحاجات اللي تحبيها يعني حطيها في الشوربه بتاعتك. هنا طبعا كنت هعمل برضو صينيه بطاطس. قطعت البطاطس زي ما انتم ما شايفين كده، وعليها البصل والثوم والتوابل، وطبعا والملح وشويه كده فلفل. وحطيت كمان فيها فراخ، عشان قطعت فيها كده، حطيت فيها كم قطعه من الفراخ يعني، عشان يخلي البطاطس بتاعتي يكون طعمها حلو وكده. بس انا عامله صينيه محترمه يعني كده، عشان خاطر ايه تكفي وكده يعني. بس وطبعا بحط كده زيت او سمنه على حسب ما ايه ما بتحبي يعني. بس انا حطيت زيت. حطيت الطماطم كده زي ما انتم ما شايفين، وبدات كده ان انا ايه اخلي الفراخ بتاعتي والبطاطس كميه الطماطم تكون مغطيه البطاطس والفراخ بتاعها، عشان الفراخ تستوي والبطاطس كمان تستوي، وتكون صينيه البطاطس بتاعتي يكون لونها احمر كده، ويكون طعمها حلو. بسيبها كده لحد ما تستوي خالص على النار من فوق، وبعد كده بدخلها الفرن ايه تاخد الفراخ بتاعتي تاخد لون يعني وكده. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش من اللايك وكومنت حلو منك، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. بصوا بعد ما ظبطت كده صينيه البطاطس بتاعتي، حطيت عليها شويه من الزيت، وهغطيها واسيبها كده تستوي كده مع نفسها. ادي كده يا بنات الفراخ بتاعتي استوت. طلعتها كده من الشوربه عشان ما تتهريش مني، وسبت كده البطايه تاخد سواها عشان تبقى مستويه وتكون حلوه يعني، متبقاش نيه معايا. بصوا هنا كده كنت بشوفها لا لسه لقيتها لسه نيه. فهسيبها كده لحد ما تستوي خالص، وبعدين هنحمر كده البط والفراخ اللي معايا. وادي كمان صينيه البطاطس يا بنات خلاص كانت استوت، ولحت لها الفرن ودخلتها كده الفرن. جبت كده حله تانية، حطيت فيها شويه من الزيت، ونزلت فيها بكيس من الشعريه. احمر الشعريه كويس، وبعدين هنزل بكميه الرز اللي انا هعملها. عندنا يعني بيحبوا الرز بشعريه اكتر يعني، ما بيحبوش الرز حبه وحبه. هحمر الشعريه لحد ما ناخد اللون الذهبي، وبعدين هنزل كده بكميه الرز اللي انا غسلاها. وانا بحمر الشعريه فالنور عندهم بيقطع كتير، كل شويه بيقطع. فبصوا في الوقت دوت كده كان النور قطع، كان شويه يقطع وشويه يجي، فما كانش يعني ما كانش مظبوط يعني وكده. فكنت بشتغل كده بالكشاف يعني. كنت بسوي الاكل كده فقلت لا خلاص يعني هكمل عادي يعني، عشان خاطر ما اخدش وقت وكده. وعندنا كمان بيتغدوا بدري يعني على بعد الظهر كده لازم يكونوا يكون الغدا جاهز. بص حمرت كده طبعا الشعريه بتاعتي بعد ما اخدت اللون الذهبي، نزلت كده بكميه الرز اللي انا غسلاها. حمرت الرز بتاعها كويس، وبعدين ضفت له الملح، وكمان حط زودت كده الشوربه لحد ما غطيت الرز كده، وشفت الرز لو عايز ملح هزود، مش عايز خلاص كده. طبعا بعد ما زودت كده شوربه بسيبه على نار عاليه، اول ما بيغلي كده ويشرب شويه بروح مهديه النار عليه خالص لحد الرز بتاعي ما يسوي. لو لقيته محتاج شوربه بزود شوربه. لازم الشوربه بتاعه الرز تكون تكون بتغلي، عشان الرز بتاعك يكون كده مفلفل ويكون حلو. ولازم الشوربه بتاعتك تكون بتغلي، والرز يكون برضو يكون سخن.
هنا كده سبت الرز بتاع على العين كده، على نار هاديه يعني وكده. جبت هنا كده حله عشان اعمل شوربه لسان عصفور. حطيت فيها شويه من الزيت، ونزلت كده بكيس من لسان العصفور حمرته، وبعد كده زودته كده الشوربه وحطيته طبعا، ضفت له كده شويه من الملح، وظبطت كده الشوربه بتاعتي، وبعد كده غطيت عليها وهسيبها كده تستوي مع نفسها. وهنا كده الفراخ طبعا كنت سايباها كده في صينيه كده. طبعا بعد ما طلعتها كده من الشوربه هبدا كده ان انا احمرها. جبت كده الطاسه بتاعتي، حطيت فيها شويه من الزيت، بسيب الزيت لحد ما يسخن كويس، وبعدين بنزل بقطع الفراخ اللي معايا. لو حطيت الفراخ قبل الزيت بتاعه والطاسه بتاعتي ما تسخن، آه، نص كده ربع الفرخه اللي انت هتحمريه هيلزق معاك، مش هيبقى شكل كده الفراخ بتاعتك هيكون شكلها مش حلو. فلازم تخلي الزيت بتاعك يكون يعني بيسخن، والطاسه تكون سخنه كويس. بصوا هنا كده حمرت الفراخ، بس كنت سايبه يعني كده ربع فرخه كده عشان خاطر حد هياكل الفراخ مسلوقه يعني مش متحمره. فسبت زي ما بوريكم كده. وهنا جبت كده البطايه بتاعتي خلاص كانت استوت، طلعتها من الشوربه وهبدا كده ان انا احمرها. كمان هما بيحبوا الفراخ او البط متحمر اكتر يعني. احنا بنحب مثلا الفراخ نحط لها صلصه كده وندخلها الفرن، لا هما بيحبوا الحاجات اللي متحمره اكتر يعني. هنا كده يا بنات كنت بعمل الملوخيه. طبعا حطيت كده حله وحطيت، سبت الشوربه بتاعتي لحد ما غلت، حطيت فيها شوربه لحد وسبتها كده لحد ما غلت، وبعدين نزلت كده بكميه الملوخيه اللي انا هعملها بزود كده في الملوخيه لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وقبل الملوخيه بتاعتي ما تغلي برفعها من على النار. وهنا كنت بعمل كمية تومة، هي كمية التومة كتير عشان خاطر الملوخية اللي انا عاملاها كتيرة. فلازم تكون التومة كتير عشان يكون طعم الملوخية بتاعتك يكون حلو. هنا ما لقيتش طاسة صغيرة كده احمر فيها التومة وكده، فجبت اصغر حلة عندهم وحطيت فيها شوية من السمنة، ونزلت كده بالتوم اللي معايا. التوم دوت يعني هما بيحبوا يعملوه كده طازة يعني، ما بيحطوهوش في الفريزر يعني والكلام ده كله. بينجوه كده في الاول، وبعد كده بيدوجوه كده في الهون ويستخدموه على طول. وهنا يا بنات اديني كده بعد الملوخيه بعد التومه بتاعتها ما اتحمرت، وحطيت كمان عليها شويه من الكزبره الناشفه، نزلت بيها كده على الملوخيه اللي معايا. ولازم اخد كده مغرفه ملوخيه وانزل بيها في الطاسه او الحله يعني اللي انا بحمر فيها التومه، عشان خاطر بيكون طعمها حلو وكده يعني. وادي بوريكم كده الغدا بتاعنا يا بنات. ادي كده صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن. الفراخ بتاعتنا شكلها ما شاء الله شكلها حلو، وصينيه البطاطس شكلها لونها احمر كده وحلو عشان كميه الطماطم حلوه اللي فيها. وادي كمان الرز بشعريه، وادي كده كمان شكل الملوخيه بتاعتي. وهنا نهايه الفيديو، مع السلامه.